المنتخب عنده مباريتين مصيرية أمام المنتخب العراقي، أمام المنتخب الإندونيسي بالتوقف القادم. كل التوفيق إن شاء الله الأخضر، بإذن الله قائمة تكون يعني نفرح سويا بهذه القائمة بالتأهل إلى كأس العالم 2026. مباريات صعبة تنتظر الأخضر. أيضا راح نتحدث عن الأخضر الشاب تحت 20 عام اللي خسر أمام كولومبيا بافتتاح بطولة كأس العالم تحت 20 عام. ينضم معنا الآن المدرب الوطني محمد دشيش. محمد، مساء الخير. مساء النور استاذنا، الله يسلمك من الشر. حياك الله، رحب فيك، نرحب بالمستمعين الأعزاء. الله يسلمك. يا مرحبا فيك، نرحب بالمستمعين الأعزاء. نتكلم عن القائمة الأخضر هيرفي رينارد اللي يعني اختارها. من ناحية القائمة كابتن محمد، كيف تشوف القائمة الأولية اللي اختارها هيرفي رينارد؟ والله أشوف أن القائمة يعني هي القائمة المناسبة، يعني أفضل اللاعبين في الدوري ومعظمهم يعني مشاركين في الدوري، وهذا اللي كنا احنا نطمح إليه، أن أكثر اللاعبين اللي يختارون يكونوا يمثلون فرقهم في الدوري حتى يكونوا على قدر كبير من المشاركة ومن الفاعلية، سواء كان من الناحية الفنية أو من الناحية اللياقية. طيب وش المطلوب من ناحية هيرفي رينارد، من ناحية الطريقة، من ناحية الأسلوب؟ أنت تابعت الأخضر خلال المباريات السابقة والمراحل السابقة، وش المطلوب من هيرفي رينارد؟ والله هو احنا قلنا أكثر من مرة أن هو أكثر ما يخاف عليه من المنتخب أن يلعبوا بطريقة 3-5-2 مثل ما كان يلعب هيرفي رينارد، وهذه الطريقة طبعا ما تناسب المنتخب. المنتخب دائما يلعب بالطريقة اللي دائما متعود عليها في البطولات، وحتى معظم فرقنا الكبيرة واللي يلعبوا في الدوري يلعبوا بطريقة 4-3-3 أو 4-5-1. هذه هي الطريقة المناسبة للمنتخب. وبالنسبة إلى اللاعبين أنا أشوف أن الطريقة اللي دائما يختارها له المدرب هيرفي رينارد هي مناسبة جدا للاعبين، مختار الأفضل في الدوري وفي المسابقات. ومن هنا يعني نحتاج أن يكون فيه بعض الانسجام وبعض الطرق اللي دائما متعودين عليها. أهم حاجة أن ما تتغير طريقة من 4 إلى 3، وهي الضرب بالمنتخب. وإحنا نحتاج أيضا المشاركات والمباريات القوية اللي إحنا خضناها قبل كم من أسبوع في التوقف الدوري، حتى نقدر نخوض مباريات، لأن المجموعة اللي إحنا واقعين فيها مجموعة ترى ليست السهلة، اللي هي منتخب العراق، منتخب إندونيسيا، فريقين قويين، ونحتاج أن ندخل بكامل جاهزيتنا البدنية والفنية. طيب نذكر بس بقائمة هيرفي رينارد. في حراسة المرمى نواف العقيدي، عبد الرحمن الصانبي، محمد اليامي، راغد نجار. كيف تشوف قائمة الحراس؟ بعد راح نبدأ في المراكز الثانية كابتن. والله الآن الأفضل أنا أتوقع يعني من خلال الحراس، أنا أتوقع أن يعني نواف العقيدي أعتقد أنه ما شارك مع فريقه في النصر وكان مصاب. هو الخيار الأول للمنتخب، لكن الآن اللي هو راغد النجار هو يعني اللي بيكون يعني هو النسبة الأكبر أنه يكون هو حارس المنتخب. طيب هذه بالنسبة لقائمة الحراس. طيب نروح لخط الدفاع. متعب الحربي وجهاد ذكري ومحمد سليمان وسعد الموسى وحسان التنبكتي وعلي مجرشي وسعود عبد الحميد. هذا في الأظهرة وقلوب الدفاع. في يعني لاعب كنت تتمنى تواجده سواء في الأظهرة سواء في قلوب الدفاع وما تم ضمه من قبل هيرفي رينارد؟ لا والله أنا كنت أتمنى أن يختار مثلا هنا متعب الحربي لأنه مشارك مع فريقه، وكذلك حسان وجهاد ذكري هم يشاركون، واحد يشارك مع الهلال كأساسي، وحسان تنبكتي هو الأفضل يعتبر على المستوى الدفاعي في المملكة، خصوصا بعد مشاركاته في دوري أبطال آسيا قدم مستويات كبيرة. جهاد ذكري هم نفس الشيء. واعتقد ان يعني بالنسبه للظهير الايمن
وبيكون يعني فيه بين الشنقيطي وبين نواف بوشل. فأعتقد أن يعني في النواحي الدفاعية فريقنا يعني مطمنين كدفاعيا، لأن اللاعبين يلعبون. احنا أخوف ما نخاف عليه أنه يختاروا لاعبين احتياط في فرقهم ويجون في المنتخب يلعبون احتياطي، فما يدخلون في جو المباريات والمنافسات القوية. وكل اللاعبين الآن الموجودين في المنتخب حتى علي مجرشي لو اختار حيأدي أداء طيب. لكن أنا طبعا أفضل أنه يكون نواف بوشل، لأن السرعة. طيب وسعود عبد الحميد كابتن سعود عبد الحميد؟ وسعود عبد الحميد ممكن، لأن سعود عبد الحميد في الفترة الأخيرة ما شارك مع المنتخب في المعسكر اللي فات نظرا لمشاركاته مع فريقه الفرنسي. فأعتقد أن سعود عبد الحميد خيار جيد، نواف بوشل خيار جيد، والأفضل هو اللي يشوفه رينالد من خلال التمارين، من خلال المباريات الودية، هو اللي يقدر يحدد منه الأفضل فيهم ويلعب كأساسي. طيب عبد الله العمري، علي لاجامي ما تم ضمه، ما كنت تفضل انهم يكونون متواجدين على الاقل؟ ممكن. انا اهم حاجه عندي الاساسي، لكن يعني يؤخذ عليه انه ممكن ياخذ عبد الاله العمري او لاجامي، لكن ما يلعبون مع فرقهم في سواء كان في النصر عبد الاله العمري او علي لاجامي في نادي الهلال، فمبتعدين عن جو المباريات والمنافسات. فاعتقد ان مستوياتهم ما رايح يكونوا بافضل حال من المختارين حاليا. طيب. هو ايش اللي اقدر انا احدد مثلا مستوى اللاعب، هبوط مستواه او قدرته على انه يكون اساسي او غير اساسي، انه هل هو طول الموسم يشارك مع فريقه المباريات، يشارك مع كل ما كان اللاعب عنده عدد دقائق كثيرة في اللعب كأساسي، كل ما كان مستواه أفضل وكل ما كان الفريق يحتاجه أكثر.